بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لتلاميذ البكالوريا، شعبة اللغات الأجنبية وشعبة الفنون وشعبة آداب وفلسفة. بعد درس الإحساس والإدراك اليوم سنتكلم عن درس اللغة والفكر. درس اللغة والفكر عزيزي التلميذ يتضمن 3 مقالات، يعني نضع اليوم تصميم ل3 مقالات بطريقة جدلية. أول مقالة هي حول علاقة الدال بالمدلول، أو علاقة اللفظ بمعناه، أو حول العلامة اللغوية أو الرمز اللغوي أو العلامة اللسانية. الدال هو اللفظ، المدلول هو المعنى. السؤال هو: هل العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ضرورية أم اعتباطية اصطلاحية؟ أو بصيغة أخرى: هل الألفاظ تحاكي الأشياء؟ أو بتعبير آخر: هل العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة ضرورية أم غير ضرورية؟ الموقف الأول عزيزي التلميذ، راح التلميذ يتكلم على العلاقة بين الدال والمدلول: علاقة طبيعية يعني علاقة ضرورية، علاقة لزومية، علاقة ذاتية، علاقة حتمية يعني هناك تطابق بين الألفاظ والأشياء، أو هناك علاقة تلازم يعني علاقة تطابق، علاقة تلازم يعني الألفاظ تحاكي الأشياء. نتكلم هنا على المدرسة اللسانية القديمة اللي زعمها الفيلسوف اليوناني أفلاطون في محاورته كراطين، وكذلك عالم اللسانيات الفرنسي إيميل بينيفيست، وفيلسوف الألماني فريدريك هيجل. يعني الموقف الأول نحكي العلاقة لزومية ضرورية حتمية ذاتية. الموقف الثاني عزيزي التلميذ: العلاقة بين دملور علاقة اعتباطية يعني علاقة اصطلاحية، يعني علاقة تعسفية، يعني علاقة تحكمية، يعني علاقة اتفاقية، يعني علاقة تواضعية، علاقة غير ضرورية. إذا كانت هنا الألفاظ تحاكي الأشياء، علاقة طبيعية محاكاة الإنسان لأصفاد الطبيعة، هنا راه اللغة إبداع إنساني. وهم أنصار المدرسة اللسانية المعاصرة اللي زعمهم السويسري إيميل ديسيسير، وكذلك أرنيست كاسير وجان بياجي. يعني كلهم أكدوا بأن العلاقة بين دمدلول علاقة غير ضرورية، يعني علاقة تواضعية، يعني علاقة اتفاقية، يعني علاقة اصطلاحية، علاقة اعتباطية تعسفية تحكمية. يعني علاقة بين دمدلول مجرد اصطلاح، يعني عبارة عن تواضع واتفاق بين البشر. يعني الموقف الأول نحكي العلاقة الطبيعية اللزومية الضرورية، والموقف الثاني نحكي العلاقة اعتباطية اصطلاحية تعسفية تحكمية على نفس المعنى. يعني الموقف الأول نحكي على الطبيعية، والموقف الثاني نحكي على اعتباطية. وهذا السؤال ورد عدة مرات في بكالوريا اللغات الأجنبية وكذلك شعبة آداب وفلسفة. أدبيا 2014 جدل: هل العلاقة بين دامج علاقة طبيعية أم علاقة اعتباطية؟ ومرة ثانية ورد لشعبة اللغات شعبة آداب فلسفة 2024 باستقصاء وضع، يقول ديسيسير إن العلاقة بين دمدلول علاقة اعتباطية. وكذلك شعبة اللغات الأجنبية في 2021 جاء السؤال: هل العلاقة بين دمج علاقة طبيعية ضرورية أم اعتباطية اصطلاحية؟ بعد المقالة الأولى ننتقل نحو تصميم المقالة الثانية، هي حول تبادلية اللغة والفكر. يعني عنوان الدرس هو اللغة والفكر، تبادلية اللغة والفكر، يعني حول العلاقة بين اللغة والفكر. هل هي علاقة انفصالية؟ هل هي علاقة اتصال؟ هنا السؤال نضع تصميم جدلي: هل يمكن تصور أفكار خارج إطار اللغة؟ ونقول: هل العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال أم اتصال؟ ونضرب بصيغة واحدة أخرى نقول لك: هل الفكر سابق عن اللغة؟ ونضرب بسؤال واحد آخر نقول لك: هل تستطيع اللغة التعبير عن جميع أفكار الإنسان؟ ونستطيع أن نقول بصيغة أخرى أيضا: هل اللغة عاجزة عن مساندة ديمومة الفكر؟ يعني كل أسئلة أكثر من 10 أسئلة ولكن مقالة واحدة. التلميذ يجب أن يفهم الفلسفة، يفهم الأسئلة، يفهم الاتجاهات، يفهم المذاهب، يفهم النظريات، ويستطيع أن يحرر المقالات بأسلوبه الخاص. نقوم بوضع تصميم للمقالات، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى انطلاقا من شهر سبتمبر سنقدم مقالات موسعة لجميع المقالات بالجدل وبالاستقصاء بوضع، وكذلك الشعب التقنية وشعبة اللغات الأجنبية وشعبة الرياضة والشعب التجريبية. كذلك نتطرق إلى طريقة المقارنة، ونقوم كذلك بحل نصوص فلسفية لكي يتدرب التلميذ يعني على جميع طرق المقال الفلسفي. لأن الفلسفة كما قلنا لها معايير: المعيار المنهجي والمعيار المعرفي والمعيار اللغوي المنطقي. الفلسفة فهم وليست حفظ. يعني التلميذ يفهم الاتجاهات، يفهم السؤال كيف يتحل، من خلالها إذا فهم السؤال يساوي الإجابة، لأن فهم السؤال يساوي الإجابة في مادة الفلسفة. فهم السؤال جاوب، مش فاهم خروج عن الموضوع أو علامة يعني ضعيفة تحت 5. نرجع صلب الموضوع. قلنا السؤال الأول: هل علاقة اللغة بفكر انفصال أم اتصال؟ هل يمكن تصور فكر بدون اللغة؟ هل فكر سابق عن اللغة؟ كل الأسئلة راح حول مشكلة علاقة اللغة بفكر اللي وردت في 2017 لشعبة آداب وفلسفة. جاء السؤال
هل اللغة تشكل عائقا أمام الفكر؟ كي نقول شكل عائق يعني لا تستطيع، يعني عاجزة، وهذا السؤال يعني لأصحاب الاتجاه الثنائي أن هناك علاقة انفصالية. وكذلك شعبة اللغات الأجنبية في 2016 جدل، هل اللغة والفكر يعني منفصلان؟ يعني سؤال كذلك جدلي شعبة اللغات الأجنبية، يعني حول اللغة والفكر، يعني بين الألفاظ، يعني هل العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال أم اتصال؟ يعني هنايا هل الفكر واللغة منفصلان أم متصلان؟ نرجع للتصميم جدلي. الموقف الأول راح يحكي علاقة اللغة والفكر علاقة انفصال، يعني علاقة تميز، يعني اللغة والفكر منفصلان. الذي يتكلم عن علاقة اللغة والفكر انفصال هم أصحاب الاتجاه الثنائي اللي زعمه الفرنسي هنري بريكسون فيلسوف الديمومة. يعني الموقف الأول نحكي بلي علاقة اللغة والفكر علاقة انفصال، علاقة تميز، يعني من الضروري الفصل والتمييز بين اللغة والفكر. يعني ثنائية اللغة والفكر راه علاقة انفصالية، يعني علاقة تميز بين اللغة والفكر من خلال أصحاب الاتجاه الثنائي اللي زعمهم هنري بريكسون، وكذلك بول فاليري الشاعر الفرنسي، وكذلك أبو حيان التوحيدي وآرثر شوبنهاور. وعندي كذلك أفلاطون وروني ديكارت. يعني تكلمنا على بعض الفلاسفة اللي زعمهم الفيلسوف هنري بريكسون الذي رأى بأن اللغة عاجزة عن مسائل الفكر والألفاظ وقبور المعاني، والفكر ذاتي وفردي، واللغة موضوعية اجتماعية، وأعتقد نملك أفكار أكثر من نملك الألفاظ. وكذلك اللغة تحجر الفكر، يعني كلها أقوال لبريكسون يؤكد بأن هناك علاقة انفصال، وأن اللغة لا تستطيع التعبير عن جميع أفكارنا، وأن الفكر أسبق وأوسع من اللغة. يعني يمكن تصور فكر بدون لغة. الموقف الثاني راح نتكلم علاقة اتصال، علاقة تكامل، علاقة ترابط، يعني اتجاه الأحادي أو اتجاه الواحدي، لأن اللغة والفكر وجهي لعملة واحدة. لا قلنا ثنائي لأنه ليس من طبيعة واحدة، الفكر له طبيعة واللغة لها طبيعة. عندما نصل إلى الدرس بتوسع، الفكر راه ذاتي، فمن طبيعة ذاتية، من طبيعة فردية، من طبيعة داخلية، من طبيعة عقلية معنوية، بينما اللغة من طبيعة موضوعية اجتماعية مادية خارجية، يعني ليس من طبيعة واحدة. وهذا أكدها بريكسون حين قال فكر ذاتي فردي واللغة موضوع اجتماعي. عندما نصل إلى المقال سنقوم بشرحها بتوسع، وهي مقالة سهلة لشعبة اللغات الأجنبية وفنون وشعبة آداب وفلسفة. بعد الموقف الأول ونروح للموقف الثاني. الموقف الثاني علاقة اللغة بك علاقة اتصال، تكامل، ترابط، اتجاه الأحادي والواحدي، يعني اللغة والفكر موجهة لعملة واحدة ويستحيل الفصل بينها. يعني لا يمكن تصور فكر بدون لغة والألفاظ وحصون المعاني. لأكد علاقة اتصالية هو كل من فريدريك هيجل الألماني، موريس ميرلو-بونتي الفرنسي، ماكس مولر الألماني الذي شبه اللغة والفكر بالقطعة النقدية، هاملتون الذي رأى بأن اللغة تحمل فكر إن الألفاظ وحصول المعاني، أرسطو الفيلسوف اليوناني عندما قال ليس ثمة تفكير بدون رموز لغوية، يعني لا يمكن تصور فكر بدون لغة ولغة بدون فكر. جوليا كريستيفا عالمة اللسان الفرنسي عندما قالت اللغة جسم الفكر. وكذلك هنري دولاكروا اللغة تصنع الفكر والفكر يصنع اللغة. يعني الموقف الأول نحكي على الانفصال، الموقف الثاني نحكي على الاتصال، الموقف الأول نحكي على أصحاب الاتجاه الثنائي، والموقف الثاني نحكي على أصحاب الاتجاه الأحادي. نعرج على المقالة الثانية عز التلميذ بطريقة جدلية أيضا، هي حول الوظائف اللغة. يعني هل اللغة لها وظيفة تواصلية فقط أم تتعدى إلى وظائف أخرى؟ هنا وظائف اللغة وردت نص لشعبة اللغات الأجنبية 2017، وكذلك وردت في 2023 مقالة جدلية بالصيغة التالية: هل تقوم اللغة بوظيفة التواصل الاجتماعي أم تعدى إلى وظائف أخرى؟ هنا وظيفة استنتاجية التلميذ يستنتجها من الدرس النظري. هنا وظائف اللغة، سؤال جدلي: هل اللغة لها وظيفة تواصلية أم وظائف متعددة؟ ولا نقول لك هل تكمن اللغة في التواصل فقط؟ وبصيغة أخرى: هل تقوم اللغة بوظيفة تواصل اجتماعي أم تتعدى إلى وظائف أخرى؟ يعني هل يمكن حصر اللغة في وظيفة واحدة هي وظيفة الاتصال والتواصل؟ وهذا مستحيل لأن اللغة تعدى إلى وظائف أخرى. السؤال راه بطريقة جدلية، يعني بصيغة جدل. الموقف الأول نحكي على علاقة اللغة والفكر، نحكي على أن اللغة لها دور واحد وهو الدور التواصلي فقط، يعني تكمن اللغة في وظيفة تواصلية فقط. الجورجاني، جون لوك، لالان، جوليا كريستيفا، أوغيست كونت. والموقف الثاني نحكي باللي اللغة لها وظائف كثيرة ومتعددة يمكن حصرها في وظيفة التواصل فقط، وهو بورهان غاليون ولويس لافيل وسيغموند فريد وآلان وهي هيجل. يعني الموقف الأول نحكي على التواصل فقط، والموقف الثاني نحكي على لها وظائف كثيرة.